عارفة ان وشي مالك كدر وكده، بس ما علينا. يلا ندخل في الانترو على طول. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ريحانة، طالبة تانية بكالوريا مسار هندسة علوم حاسب. يلا ندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. بس زاوية التصوير كده احسن. ما علينا. الموضوع المرة دي عن منصة كريو، منهج البرمجة العملي بتاع أولى ثانوي للي مش عارف يعني. وبالمناسبة الفيديو تصحيح لغلطة أنا كنت غلطتها في فيديو بتاعي على اليوتيوب اللي أنا لسه منزلاه، اللي هسيب اللينك بتاعه وانتوا زي الشاطرين ادخلوا اتفرجوا عليه يعني عشان هيفيدكوا. لو انتوا في تانية بكالوريا ومختارين مسار هندسة هيفيدكوا جدا على فكرة. فمن غير كلام كتير، أنا كنت قايلة فيه إن ال12 فصل الفاضلين دول إن احنا هناخدهم في تانية بكالوريا وكده، فالموضوع ده طلع غلط خالص. وال12 فصل دول هيتعملوا زي توفس ليفل 3. يعني ايه؟ يعني هيعملوا زي ترم تالت من توفس. بس ده مش لكل الناس، ما تقلقوش، يعني الناس اللي ما كانتش حابه البرمجه ما تقلقوش. هو الموضوع ده هيبقى للناس اللي اشترت الشهادتين بتوع توفس، بتوع الترم الاول والترم التاني. يعني الناس المؤهله للتصفيات. واللي هو الامتحان ده اللي هو توفس ليفل 3 ده اللي بيطلع للتصفيات اصلا. يعني ده اللي بيطلع منه ال10 فرص للسفر لليابان، واللي بيطلع برضو ال50 فرصة للتدريب في أكبر الشركات اليابانية التقنية. ملهاش أي علاقة بتانية بكالوريا، فما تقلقوش نفسكم. بالمناسبة اللي عايز يشتري الشهادات، آخر فرصة يوم الأربعاء، يوم 15/7، وبعد كده تقفل. علشان الامتحان اللي هو ليفل 3 اللي أنا قلتلكوا عليه ده هيتعمل يوم 22/7. وبس كده، والسلام عليكم.